يا جماعة القصة حقيقية يعني، كل ما أفكر ما حدا بصدق. اللي بقدر أقوله إنه كان يوم عظيم، كان يوم فعلا عظيم. حفلة جدل اللي كان حضور أغلبه مصري وأردني وفلسطيني، هو عبارة عن حفل لاحتفال للحرية السورية. أكيد الأعلام الموجودة وبس لأني سوري في المسرح طلعت يعني عن جد كمية الهتاف اللي صار مش لأجل إنه أنا شايل العلم يعني. صار عنا الفكرة إنه هذا العلم شايله هو مش أنا شايله لأني برا سوريا، لا هذا علمي خلصنا. فهي الفكرة لحالها كانت بتوقف شعر الإيد. كتير ناس عم تبكي، كانت كتير مشاعر. أنا دمعت يعني دمعت بهذاك اليوم كذا مرة. يعني فرحة لا توصف، من أحلى الحفلات فعلا، مش موسيقيا ولا. أنا متأكد لو كنت عم أعزف أي شيء وعم غني أي شيء الناس رح تكون عندها نفس البسطة، لأنه الفكرة هون مش صارت موسيقى ولا حفلة، هون صارت فكرة أعمق. شيء بيشبه فن الشارع اللي بلشت فيه بتركيا، شيء بيشبه إنه في فرح تماما. تماما. تتحررنا من شيء كبير يعني. كان في شيء فعلا كتير كبير وراح.